السلام عليكم. اليوم غادي نتذاكروا على القضية ديال الكومير وما معنى الكومير. في 1912 كانت فرنسا دخلت للمغرب وجابت معها المستثمرين باش يعملوا المشاريع في المغرب، ومن جملة المشاريع كانت المخبزة لا بولونجوري. ديك المخبزة كانت كتصوب الخبز العادي مدور للمغاربة، وكتصوب الباريزيان يعني باريزية من باري او باغيت اي حاجة طويلة ورقيقة للنصارى. كيدخلوا النصارى كيقبضوا لك الصف، كيدخلوا المغاربة كيديروا قج، كيخرج مول المخبزة كيقول لهم كو أمير الصف مع الحائط. كنقبضوا الصف، كيبقى شويه عاوتاني كيدخلوا وحدين اخرين كيخسروا داك الصف، كيخرج مول المخبزه كيقول لنا كو أمير، كنوليو نقبضوا الصف. يعني كو أمير هو الصف مع الحائط. كتوصل النوبه ديالي كان يقول لي شنو بغيتي، كنعت ليه في الباكيت، ما عرفتش انا سميتها وداكشي، كيعطيها لي كناخذها كنخرج. كيتلاقاني شي صديق ديالي كيقول لي يا انا خبز كي داير منين شريتيه؟ كنقول ليه من عند مول الكومير، يعني هذاك اللي كيقول لك كو أمير، من تما تسمات لنا كومير. اذا كومير هي الصف مع الحائط. والسلام عليكم.